ماما يعني قدرت لك بس الذهاب مع هند. زحي راسك شوي. والله بدك تضطري نعم ولا المحبة تكون موجودة يتخطى كل ساعة الواحد ما بتفكر. ما شاء الله عليك، وقطعت مسافة 800 كيلومتر أو ما يزيد. مش عارف ما معنا بنزين. شينا بالطريق طول الليل حنمشي بتطلع على البنزينات والله يطلع البركة. وريع على عيون. ولاد بدك تنزل بالسيارة. وريع على الطرق. الطرق طوعة. أولاد معه. معنا أولاد. يعني في حياتي ما سافرت هيك سفرة وما صدقت أنا أوصل. لما وصلت بس الحاجة وصلت. مش حلو من الطريق. ما في حدا. مين بده يشحن؟ صحراء. بديت صحراء ما في حدا. ماشيين طول الطريق طول الليل ماشيين. الله يعطيك العافية. يعني. شو حكى لك خلدون لما رجع؟ بصراحة. والله خلدون اللي هو الحقيقة يعني مساكين مشقة كبيرة جدا ما بتترك الامتحانات اللي يكون معها حدا ما معطوب أبدا اللي منيح يطلع برا ويعني كان ممنون طلعت يومين. هذا الواحد عامل والله عدنان بفضل الحقيقة والله كلنا بفضل مو بس عدنان والله. بصراحة ما بعرف أسهمك ارتفعت في الكويت. الله يخليك. العمل يمكن الواحد بيقعد يشتغل طول عمره مثل حكاية هذا بشار. الله يخليك. طول عمره بيقعد يشتغل والله شوف يعني والدك واختي ربوني تربية يعني بفضل لهم يعني. فأنا بتوجيهات وحسنات. فالله يرضى عنهم والله. والله على خبرة. لا يعني الواحد يعني مكتوب على صورة بعدين شغلة. والله دائما ترجع. والله كان ملتهي لأنه داوم مع القوات العراقية لما احتلت الكويت، داوم أثناء وجودهم وقرروا طرده من الكويت. فطبعا كل هالناس الطيبين شرواك خالي فزعوا له ولولاهم كان هلا زمانه عندك يا أهلي حاضر تقل دمه كله على والله قلبي. شو بعثت له بالأزمة؟ قلت له لا إذا فيك تضل هونيك خليك. برافو عليك الصمود حتى يكون بطل التصدي والصمود. شوف خالي بيقول له إذا قدرت تضل هونيك خليك. إيه وإذا صار لك شيء أنا بتكفل بأولادك. تصور بعد هذا الكلام.